خسارة مذلة مذلة بمعنى كلمة مذلة، ولازم نتكلم بقى بالحق ومش هنقعد نطبل وهنقعد نرقع. انت بتلعب فرقة بتلعبك ضغط عالي، جبت جول بدري كان ممكن لولا رعونة ناصر ماهر كان ممكن تجيب التاني. فرقة بتلعبك في نص ملعبك، بتنقل عليك، عندك مساحات شاسعة في نص ملعبها. ده لو بتلاعب المان سيتي مش هيعمل فيك الضغط العالي ده، منعوك انك تطلع بالكوره، بينقلوا عليك بيطلعوا بالكوره من تحت، اكبر عدد نقلات بيطلعوا بيوصلوا بيها الجول، انت مش قادر تضغط، الكورتين اللي ضغطت عليهم فيها خدتها وجبت جول، ليه ما تضغطش؟ ليه ما تكملش ضغطك؟ ليه ما تبقاش تلعب بالشكل الهجومي ده؟ انا عايز اعرف ليه سيف جعفر يلعب واظني كارثه النهارده، ادينا كنا بنتريق على نبيل عماد دونجا، لا انت اهو انا بقول لك مش موجود شيكومانزا، لا مش لاعب كوره ومع احترامي الشديد ومش عايز اطبل، سيبك من اللي بيعمله ده، مع احترامي لا لا لا، ده انا مش عايز اقول لك مش عايزين نرجع لمصطفى شلبي، لا بس النهارده لا انت فين؟ مش موجود برضه، ايه اللي بتعمله؟ ايه اللي بتوصل بيه؟ اخوان الفينا ما حدش بيلعب معاه، ما حدش بيلعب معاه، الجبهه دي مش مستغله، انت عندك مدرب فاشل جدا، وطبعا الونش من بدايه المباراه قبل الطرد باين انه فاصل، والونش من نوعيه لما بتفصل لازم بتقلب بكوارث. انت النهارده انا وجهه نظري خساره مستحقه بمعنى كلمه ومذله، انت عمرك في حياتك ما عرفت تستغل خساره النادي الاهلي وتاخدها في صفك وتكمل وتفرح جماهيرك، اكبر جمهور راح لك في اكبر جمهور راح لاي نادي من بدايه الدوري وهو وراك والاستاد عامل ازاي شوفوا، لكن انتوا لعيبه انا اسف باللفظ، اما هو بقى اداره حسين لبيب كل يوم كارثه وكارثه وكارثه، وانا مش عايز اتكلم لان انا على الاخر، بس قسما بالله اللي حصل النهارده المان سيتي لو بيلعبك مش هيعمل فيك كده، فرقه بنحييها، انا بحيي وادي دجله لكن بقولش، واللعيبه مع احترامي ادم كايد كره نساوين، انا اسف باللفظ، فرفور لا 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 مش نافع، الصفقات كلها ما فيهاش غير هو الفينا بس لعيب عنده كوره وقتاليه، لكن الملعب ما فيش. عبد الله السعيد النهارده يعني بيقتل لوحده في نص الملعب ما فيش. محمد شحاته لما غاب الزمالك اتكشف. نبيل عماد دونجا، سيف جعفر اللي كان اهو مش موجود. ناصر ماهر عمل ايه؟ مع ان الملعب كله مساحات الكوره ده بيلعبوك ضغط عالي في نص ملعبك، يعني الجمله تيجي تاكا تطلع تلاقي نفسك انفرادات، لا قدرت تنقل، لا قدرت تهدف، متقدم ويلعبوا عليك مرتده وطبعا ريمونتادا، لا النهارده المدرب انا بقول اهو مدرب فاضي ما عندوش اي فكره عن الكوره، مع احترامي الشديد، وصفقات كلها انا النهارده لازم اقولها فاشله تماما تماما تماما، غير جوان الفينا، وشكرا على الباقي كله، حطهم في باسكت واحد وارمي، ومدرب لا تكتيك لا لياقه بدنيه ولا اي حاجه شفتها في نادي الزمالك غير الجمهور العظيم اللي اتحرق دمه.